من قدام بحر اسكندريه، يعني الطبيعه والجمال والحلاوه. وحلاوه اسكندريه مش في بحرها وبس، حلاوه اسكندريه عند الشيخ وفيق. مفيش حد بينزل اسكندريه الا ولازم يعدي على الشيخ وفيق. الشيخ وفيق هتلاقي عنده الرز بلبن وام علي والكسكسي والبليله، وهتلاقي كمان عنده الايس كريم. الشيخ وفيق هو اصل الحلويات في اسكندريه، واول حاجه تطلبوها من هناك الرز بلبن اللي بالمكسرات، طعمه خيالي. بس عشان عظمته يدوق ويقول التيست مظبوط ولا لا، خدت اول معلقه من غير مكسرات. الصراحه القوام بتاعه كان مظبوط جدا وتقيل، وطعم اللبن باين فيه جدا، وسكره مظبوط بالشعره. المعلقه الثانيه طبعا بالمكسرات، المكسرات بتاعته صبحه وطازه ومتحمصه كويس جدا. الرز بلبن عالمي. يلا بينا بقى نخش على ام علي. ام علي بقى كانت المكسرات غرقانه فيها، وطبعا شلت شويه من المكسرات عشان احكم كويس. وهنا بقى بدات الصدمه معايا، ما لقيتش اللبن، مفيش غير العجينه بتاعت ام علي. بس هندوق وهنحكم. خدت اول معلقه من غير مكسرات، والصراحه طعمها كويس، بس لو فيها لبن كان هيبقى طعمها احلى بكتير. عبينا بقى شويه من المكسرات وخدنا المعلقه الثانيه. المكسرات عندهم عالميه، التحميصه بتاعتها جامده جدا، وتحس ان هي لسه خارجه من المحمصه حالا. ام علي ديت لو زودوها شويه لبن هتبقى في حته ثانيه خالص. يلا بينا بقى ندوق الكسكسي بتاعهم. الكسكسي كان غرقان مكسرات، تقريبا مكسرات عندهم ببلاش. دقنا اول معلقه من الكسكسي اللي غرقان سكر حرفيا، وطبعا ما خدتش وقت كتير عشان احكم واقول ان الكسكسي ده من احلى المرات اللي كلت فيها كسكسي في حياتي. الكسكسي والبليله كان جاي معاهم لكل واحد كيس من اللبن، بس عقبال ما روحت البيت كان للاسف اللبن قطع عشان الجو كان حر جدا. طيب الكسكسي ممكن يتاكل من غير لبن، انما البليله هنعمل ايه؟ اضطرينا ناكلها من غير لبن. بس مع اول معلقه واول لما حطيتها في بقي حسيت بطعم غريب كده، حسيت ان في حاجه مزرنخه. طعم كان بالنسبه لي غريب. للاسف البليله ما عجبتنيش، بعيدا عن انها فيها لبن او ما فيهاش لبن، البليله ما عجبتنيش، فيها طعم شاذ. مش عارف بقى ده عيب في التسويه، ممكن تكون البليله اتلسعت منهم فعملت ريحه الشاط او الطعم اللي انا حسيته بيه دوت. عموما البليله ما عجبتنيش، وممكن تكون المره الجايه احسن من كده بكتير. واحلى حاجه تعملها بعد الاكله الجامده ديت، تقعد كده وتفتح صدرك وتشم هوا اسكندريه وبحر اسكندريه ويود اسكندريه. شويه الهوا دولت هم اللي بيظبطوا مزاجنا ودماغنا لغايه لما نيجي اسكندريه تاني السنه اللي جايه. كل سنه وانتم طيبين وصيف سعيد علينا وعليكم.